انا بذاكر كتير جدا وبتعب بس مش حاسس ان انا بنجز، عمال تجتهد وتجري وتنازع وتصارع يمين وتصارع شمال الا ان في النهايه لا تحصل شيء. ليه؟ والكلام ده يا جماعه لا يصيبك انت وحدك، انا بقول لك اهو والله ان هو كمان موجود عندنا احنا. ولذلك يا صديقي انا باذن الله تعالى هقول لك كلمتين كده باذن الله يكون فيهم الحل، بس اسمعهم بقلبك لان هم فعلا مفتاح لخير كتير جدا. كتير جدا يا جماعه من الناس بيسالنا او من الطلاب بيسالنا ايه العلاج للي انا حاسس بيه ده؟ ان انا حاسس ان انا فاقد الشغف، ان انا مش مبسوط، ان انا مضغوط، ان في حاجات كتير جدا بتاثر عليا. وده للاسف بيخلي الناس تبقى حاسه انها متضايقه او مخنوقه او مش قادره انها تكمل. الحل في الموضوع ده ايه يا صديقي العزيز؟ الحل في الموضوع ده يا جماعه والله كالعاده هو في كتاب الله. ولذلك اللي انا بنصح بيه ده النهارده يا جماعه ان شاء الله مش نصيحه للطلاب بس، ده لينا كلنا واولهم انا دايما وانا كمان معاك والله، لان الواحد فعلا بيلاقي نفسه في كده، ولو بعد عن كده بيحس ان هو فعلا تايه ومشتت والدنيا واخداه. يقول المولى عز وجل في محكم كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول أمر لرسوله الكريم، بيقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اقعد واصبر لو انت عايز فعلا تبقى في جوار الله سبحانه وتعالى وحاسس بالطمأنينة دي في الدنيا. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هم عايزين ايه في كل ده؟ يريدون وجه الله. ولا تعد عيناك عنهم، اوعى تبعد عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا ومتاعها. هو متاع، احنا ما بنقولكش ابعد عنه، الا ان انت ما تحاولش انك تنغمس فيه. ولا تطع من اغفلنا، ودي الاهم بقى يا جماعه، اغفلنا قلبه عن ذكرنا. الناس الغافله قلوبها عن ذكر الله عندها مشكله كبيره جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ان الناس اللي ما بتذكرش الله سبحانه وتعالى بقلوبها، قلوبها يا جماعه مش بلسانها، لان احيانا اللسان يذكر ولكن القلب لا يذكر، ودي مشكله كبيره فينا. ان قلبك يذكر ربنا سبحانه وتعالى، ان يكون قلبك دائما في ذكر لله سبحانه وتعالى، ده يخلي قلبك مطمئن، زي ما احنا قلنا مصداقا لقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.